السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم في قناتي قناة مطبخ نسمة القاضي. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. هنخلي القرنبيط لشهر رمضان، يعود علينا الايام بخير جميعا ان شاء الله. طريقته سهلة وبسيطة وما فيهاش اي افتكاسات. حبة مية وملح وهرسة شطة وفصين توم، كل حاجة عندك في البيت هتعمليه وبيبقى جميل قوي عندك وبيبقى بيرمي معاكي كتير. بدل ما تروحي تشتريه بالغلا، تعالي نخلله مع بعض نشوف وصفته ازاي. اول حاجة زي ما انت شايفة كده هنفصص زهرة القرنبيط لقطع صغيرة. نقطعها قطع صغيرة كده تبقى سهلة وسريعة وهتتخلل معاكي بسرعة. يعني زي ما انت شايفة كده هيتخلل معاكي بسرعة، انما لما هتسيبي ومش هياخد معاكي كمان مكان في البطرمان. بدل ما تسيبيها كتل كبيرة وتاخد معاكي مكان في البطرمان، معاكي انت تقطعيها زي ما انت شايفة كده قطع صغيرة، تبقى جاهزة معاكي على طول. هنا انا قطعت القرنبيط كله زي ما انت شايفة كده. قطعي بقى اللي انت عايزاه، اصغر من كده اكبر من كده دي حاجة ترجعلك، بس التقطيعة دي مناسبة أوي، بتبقى حلوة وما بتاخدش معاكي مكان في البطرمان. يعني البطرمان بياخد كمية كبيرة. هنغسله كويس زي ما انت شايفة كده، ونرش عليه ملح كمية كفاية، بالنظرية كده كمية كفاية. وهنا معايا هريسة شطة، عايزة تحط هريسة شطة حراقة دي حاجة ترجعلك. وهنا حبة خل، لازم نحط الخل عشان ما يعملش القرنبيط معاكي ريحة وحشة. تحطي حبة الخل. وهنا فصين توم زي ما انت شايفة كده، قد 5 6 فصوص توم تقطعيهم برضو، يبقى مدي ريحة القرنبيط ريحة حلوة. عشان احنا عارفين ان القرنبيط اصلا بيعمل غازات وبيعمل ريحة مش كويسة. واوعي تغسليه بمية سخنة، المية السخنة بتخلي القرنبيط يعمل معاكي ريحة وحشة. انت تنقعيه بحبة مية ساقعة عادية وتغسليه كويس، وبعد كده تقلبيه زي ما انت شايفة كده بالملح والخل وهرسة الشطة وفصين توم. تعبيه في البطرمان. مش البطرمان يكون مغسولش كويس ومتعقم. هتعبيه في البطرمان وتحطي عليه ميه، وتخليله سهل جدا وعادي ومفيهوش اي افتكاسات، وبيبقى جميل. وبتروحي تشتريه من عند المخلل بيبقى غالي. هنا هتوفري، وفي ظل الظروف الغلا اللي احنا فيها تتوفري عندك. احنا عملنا مخلل الجزر ومخلل اللفت، في الاخر هنجمع المخللات دي كلها مع بعض، وهنعمل لها مية حلوة كويسة او بخل وتوابل، وهتبقى كويسة معانا ويفضل طول الشهر معاكي، ولا تشتري بقى بالغلا ولا حاجة. هنا احنا نزود المية زي ما انت شايفة اهو. هنحط بقى كيس نايلون، نقفل نحكم البطرمان كويس عشان خاطر الهواء، اي هواء بيخش لاي مخللات عندك يعمل طبقة عفن على الوش من الهواء. هنا بصي هنرج البطرمان كله ببعضه عشان الخل والملح كله. احنا حاطين ملح كفاية طبعا، لو الملح قليل معاكي هيهري معاكي المخلل بتاعك. وبقية القرنبيطة حطيتها ببطرمان صغير كده زي ما انتوا شايفين. دي كانت طريقتي في تخليل القرنبيط، سهلة وبسيطة. اتمنى تعجبكم. واللي اول مرة يشوف قناتي يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. اسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.